السلام عليكم ويا اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم بيت سوبر مامي او بيتنا التاني، وده فيديو جديد. ما تنسوش تدوسوا على علامة لايك وتفعلوا الجرس. يلا بينا بقى نحط حاجاتنا في اماكنها. دايما احنا متعودين ان احنا لما بنجيب مشتريات السوق او حتى مشتريات الشهر بتكون العلب جاهزة ان شاء الله. ده الرز البسمتي اهو، وبنحطها في علبها، فالدنيا بتبقى الصراحة سهلة ومش مكركبة. طبعا لو انتي مثلا جايبة كيسين مكرونة، جايبة مثلا 3 رز بتاع، فهتفتحي على قد العلبة بتاعتك، ولما يخلص تمليها ان شاء الله تاني. اهم حاجه ان انت تكوني منظمه دولابك، اهم حاجه ان انت تكوني محضره علبك على اساس ان انت جايه من السوق معاكي الخضار بتاعك او الفاكهه او المكونات الجافه زي الرز والحاجات اللي زي كده. بيسهل جدا وبيخلي وقفتك في المطبخ سهله. هو يوم متعب الصراحه، بس بيبقى يوم وخلاص. على كده بتبقى الدنيا متظبطه باذن الله. طبعا العلب دي الصراحه كانت حلوه قوي، كانت لوك اند لوك، بس هي من زمان قوي لو حد سالني. فانا يعني هي بتاخد تقريبا 2 كيلو ونص من الرز خلاص كده. طيب ده السميد بحطه برضو في برطمان، بس الصراحة السميد بحطه في التلاجة. الفلفل هحمصه زي ما قلت لكم واطحنه. الجبنة. طيب، في حد سألني قال لي حلوة قوي الطريقة اللي انت عاملاها، وبس انت اعملي معانا الوجبات. حاضر ان شاء الله هعمل انا يعني. احنا بنطبخ كل يوم غالبا مع بعض بعد ايام التسوق يعني. فحوريكم يعني هوريكم الكميات. طبعا احنا اتفقنا قبل كده كتير قوي ان موضوع الكميات ده يتبع طبيعة اكل بتاعت حضرتك والولاد بالهنا والشفا. انا ما بتدخلش في الكميات بتاعتكم، انا مجرد بقول لكم بس يعني شوية نقط، وانتوا عليكم ان انتوا بقى ايه تظبطوا الدنيا. حتى الجبنة لما بيبقى ليها علبة مخصوص، لا يعني الحكاية دي بتفرق بجد صحيح. مش بنوعية العلب والله، مش عشان انا علبي تبروير. على فكرة منظمات بتاعت البقوليات وكده مش تبروير، انما الصراحه علبه الجبنه علبه اللبن دول تبروير. انا المفروض في مطلوب مني فيديو عن العلب، فان شاء الله هعمله باذن الله، واقول لك ازاي تختاري العلب الصح، واقول لك ازاي تتعاملي معاها وتنضفيها، وكل الكلام ده باذن الله في فيديو مستقل. طيب، حتى الزيت انا بفضيه في دول. وانا في ناس كتير قالت لي طب ليه بتفضيه؟ هو بصوا، انا على فكره العلب دي عندي من زمان قوي قوي بتاعه التبروير دي. هي ليها بوز رفيع كده فبتتحكم في نزول الزيت الصراحه، وانا ما بحبش امسك ازازه الزيت كده وبهدل الدنيا. عندي منها واحدة زيت، واحدة 2 زيت، واحدة خل. طب دلوقتي طالعين موضة وإزاز، فيعني احنا جايبينهم من زمان الصراحة. فانت طبعا لو عايزة تجيبي منهم هاتي إزاز أحسن لك، لأن برضو دول بلاستيك الصراحة بيدوخوني. جيت بتاعة الخل ما اتفتحتش، فهخرمها بقى بالسكينة كده وانزل. ريحانة ده خل حلو قوي، ده خل الطعام بقى اللي انتوا بتحطوه مثلا على سلطة، بتحطوه على بدنجان بالتقلية بتاع. فده الخل اللي هو الاستخدام الأكل، مش خل اللي هو التنظيف. وخل التنظيف اللي سألني عليه جايباه منين؟ جايباه من عند بتوع المنظفات. طيب، شاي العروسة ده 25 باكت وسعره 25 جنيه. بصوا، اللي هو لونه اخضر ده بيكون مغلف، فانا الصراحه مش جايباه عشان قصده والله ولا حاجه، ولكن ما لقيتش العادي بيبقى ارخص اللي هو ازرق. ما لقيتش. الله اكبر، الله اعظم، لا اله الا الله. فما انا ما لقيتش غير المغلف، فخلاص جبته بقى وخلاص. عايزه اشيل حاجتي واروح ويبقى الدنيا كده ما ادورش تاني وانزل. برضو ساعات انتي بتشتري من حاجات شايفين الحوض حاطه فيه كل الورق عشان الم واغسل الحوض بقى. طيب، شايفين الدنيا اتنظمت ازاي وبقت تمام التمام، مفيش فيها اي مشاكل. طيب تعالوا بقى نعمل مع بعض الغدا. هنعمل غدا حلو قوي وفكرته ظريفه ان شاء الله وتعجبكم. انا الخضار من الحاجات اللي انا بطلعها في كذا حاجه. يعني انا ما بستكفيش من ان انا اقول احنا مثلا النهارده طابخين مسقعه، احنا النهارده طابخين كوسه. لا، بطلعه باشكال مختلفه. النهارده هنعمل فكره حلوه قوي للخضار المشوي، هتعجبكم باذن الله. جربوها وتقدروا طبعا تعملوها في اي وقت. الولاد على فكره الخضار المشوي ده لو قدمتوه مع صوص زبادي هيبقى حلو قوي، لو كلتوه لوحده كده هيبقى حلو قوي. مره عملت له تقليه عباره عن توم وفلفل حار، برضو طلع حلو قوي. بس النهارده انا عاملاه يعني زي خضار كده مشوي. انا بقطعه كله الخضار اللي عندي، وبحطه في برشله رشه زيت وبهارات هتشوفوها معايا دلوقتي، وبحطه في القلايه الهوائيه. طب لو انا ما عنديش قلايه هوائيه، تقدري تعملي كل اللي انا عملته ده وتفرديه على صاج، تدخليه الفرن وتحطي عليها ورقه زبده وتسيبيه في الفرن زي مثلا نص ساعه، هيتشوى كله ويبقى زي الفل كمان. خلاص. بس انا الصراحه بستسهل القلايه الحقيقه. كوسه وفاصوليا وبطاطس وبدنجان، وكمان كان عندي كام كرنبيطه فاضلين من يوم ما عملنا الفيديو، كنت شايلهم على جنب كده. فهحطهم. انا الصراحه الفاصوليا استخدمتها قلت هشيلها، وبعدين لقيت نفسي محتاجاها في وصفات. مش مشكله، ان شاء الله بقى انزل الاسبوع الجاي اجيب فاصوليا بقى كيلو بالمره، وتكون سعرها هذا شويه وافرزها باذن الله.
يعني انا بحب ادخل خضار في وصفات الاكل كل يوم باي شكل، ادخله بشكل شوربه، ادخله بشكل سلطه، ادخله بشكل خضار سوتيه، يعني يبقى داخل كده بشريقه مختلفه. دي بهارات المشاوي، حطينا ملح مبهر، والملح المبهر ده عملي قوي قوي قوي، يعني انصحكم ان انتوا تعملوه. بيكون كيس من الملح، وبتحطي عليه بصل بودر وتوم بودر وبابريكا، بتحطي عليه كمون وكزبره وفلفل اسود، وبيبقى جاهز متبهر. تحطيه على الفول، تحطيه على الفلفل، تحطيه على خضار، تحطيه على بيضه مسلوقه، بيضه مقليه، شويه سلطه. صراحه حلوه قوي. بحط بابريكا مدخنه كمان عشان تديني طعم الشوي يعني. وهحط معلقه من الزيت وهدخله القلايه الهوائيه. انتي طبعا تقدري زي ما بقولك تحطيه في في الفرن عادي، هيبقى جميل قوي. هنعمل المكونات دلوقتي. وبعدين افتكرت ان انا عندي كام زهره كده كرنبيطه فطلعتهم من الفريزر. انا بصوا، انا يعني من اول ما بيجي بقى سيزون الكرنبيط والبروكلي بعمل ايه؟ بقطعه وردات صغيره. بالنسبه للكرنبيط مش البروكلي، بقطعه وردات صغيره خلاص. وممكن اشيله زي ما هو في الفريزر او اديله سلقه سريعه، واروح حاطاه في الفريزر، اطلعه بقى اعمله سوتيه، اعمله شوربه، شوربه بروكلي، شوربه كرنبيط. يعني هتشوفوا انا بعمل معاكم وصفات كتير قوي، ما تقلقوش. انا هنا بهرت الكرنبيط عشان ما كانش خد تبهير، وهغطيه بقى واسيبه على جنب. قبل الغدا هشويه في القلايه الهوائيه خلاص. فدي تجهيزات حلوه قوي. الغدا النهارده عباره عن الخضار المشوي ده، وهعمل مكرونه، وهعمل مكرونه، وهعمل كشري اصفر بعدس اصفر، وهعمل كمان فراخ بانيه، تمام، اللي احنا لسه شاريينها في المشتريات. بصله فرمتها ونعمتها جدا، وحطيت عليها ملح وهصفيها اخد ميتها بس. البصله نفسها بقى اللي هي اتفرمت دي، هاخدها اعمل بيها المكرونه بالبصل والصلصه، تمام. طبعا انت ممكن تقدمي مع الوجبه دي الكشري الاصفر، وممكن تقدمي مكرونه اللي بتحبيه قدميه خلاص. انا الصراحه يعني عملت الحاجتين، لان عندنا حد من الولاد ما بياكلش خالص خالص الكشري الاصفر، ما اعرفش ليه يعني بس ما بياكلوش. المهم، طيب هنا حطيت شويه من اللبن. دي تتبيله الفراخ المعتمده، احفظوها عندكم. بحط بصل بفرمه واصفيه انا الصراحه من ميته، واحط شويه من اللبن، شويه من الخل، زعتر، مستردة. دي تتبيله الفراخ المعتمده، احفظوها عندكم زي ما بقول لكم كده، هتنفعكم جدا. عملنا تتبيله المشاوي للفراخ، النهارده بنعمل تتبيله البانيهات، تمام. اللبن والخل بيخليه يفك كده ويروب، فبيخلي الفراخ طريه جدا جدا فوق ما تتخيلوا انتوا. حطيت شويه من الملح. هنزل بقى الدقيق. انا ما بعملش دلوقتي طبق فيه بيض ودقيق، لا، هحط هنا البيضه وهحط هنا الدقيق، هحط كله في نفس البوله خلاص كده، واتبله واسيبه. اطلعه من خليط التتبيل ده على البقسماط، وكده خلاص بختصر وقت وخطوه وادوات وكل حاجه تخيلوها، تمام كده. كمان في طريقه حلوه قوي عشان تفردوا صدور الدجاج. ادي البيضه عشان تفردوها وتخلوها تخش فيها كل المكونات دي والبقسماط، وتبقى حلوه قوي. حطيت شويه من الشطه، طبعا مش عايزه تحطي، حطي رشه من الفلفل الاسود عشان بس زفرت البيض. شوفوا يعني الخلطه دي اعتمدوها بجد، هتبقى حلوه قوي قوي للتتبيل. اي حاجه اي حاجه ليها بانيه. شويه من الدقيق، يعني حتى لو بتعملي لحمه، بس ما تعمليش لبن بقى. يعني لو بتعملي لحمه ميه بصل بقى وكل اللي انا حطيته، بس ما تحطيش لبن، لان الصراحه اللبن بيزفر اللحمه، تمام. هنزل كده الدقيق شويه بشويه لغايه ما اخلي الخليط لا تقيل ولا خفيف، تمام. مش زي بتاع القرنبيط، لا، اخف سنه. هجيب كيس البانيه اللي انا كنت شاريه معاكم، تمام. هوريكم القطعه، عشان في ناس ده يعني كان كميه صغيره قوي، كان 300 جرام، اقل كمان، ولا 300. عشان في ناس بتقول ان القطع صغيره، لا، هوريكم ازاي تكبريها وتبقى قطع حلوه ومشبعه للولاد خلاص. هنتبله كده بقى ونسيبه زي ساعه ساعتين ثلاثه، من بالليل للصبح، اللي انت عايزاه كده. انا حضرت الحاجات بقى، ممكن تنزلي تروحي شغلك زي ما انا عملت، وترجعي ايه تكملي اللي وراك. شلت كله ولميته، وهلم الحوض دلوقتي. وده البصل اللي انا فرمته، هحط عليه برضو ملح مبهر واغطيه. لما اجي بقى هعمل المكرونه، هروح مشوحه حبه البصل دول مش معلقه من الزبده او السمنه او الزيت، واروح منزله عليهم الطماطم اللي انا اصلا سبكتها معاكم الفيديو اللي فات، وخلاص على كده. ولا هسبكها الفيديو ده مش فاكره والله معلش. كده الاكل شوفوا جاهز ازاي. نضفي بقى مكانك واغسلي اطباقك وشوفي اللي وراكي على طول، ما تستنيش ابدا لما يعني ما تقوليش استنى بقى اما اجي ابقى اعمل، لا،
خلصتي حاجه تبلتيها تبتدي على طول تغسلي الاطباق. شايفين الصابون قد ايه اللي احنا بنشتريه ونعمله مع بعض؟ هايلوكس. على فكره انا فيديو الجاي تقريبا او اللي بعده حضرت هايلوكس للغسيل الاطباق اللي هو بالليمون، طلع حلو جدا برضو زي اللي بالتفاح، وهو نفس السعر على فكره. تمام. بس وحضرت صابون للملابس بس مش هايلوكس، اللي هو الماركه اللي اسمها برو ماكس، لاني ما لقيتش هايلوكس، وفاضل لي بس الاوتوماتيك مش لاقياه الصراحه. هايلوكس تقريبا من كتر ما اتكلمنا عليه اتسحب. الناس خلصته. طيب اللي سالني هايلوكس جايباه منين، انا قريت لكم اسم المحل اللي في بكوس اخيرا، اسمه ابو عمار. قريت لكم الاسم. تمام، اسمه ابو عمار. اسمه ايه، للمنظفات. هو في وسط سوق بكوس، يعني اسالوا هو فين هيشاوروا لكم عليه. دخلت الخضار القليه. نيجي بقى هنا بحط البقسماط اللي انا اصلا بشتريه ببهره ازاي؟ بحط له معلقه كبيره مليانه من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، بحط له بهارات زعتر ملح بابريكا فلفل اسود شطه بصل باودر توم باودر، يعني البقسماط ده مبهر. تمام. ولازم تحط له شويه النشا وشويه البيكنج باودر عشان تبقى الكراست حلوه ومقرمشه. شايفين بصوابعي؟ شايفين صوابعي دي بعمل بيها ازاي؟ بفردها قد ايه؟ بصوا القطعه هتبقى قد ايه، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ فما تعمليهاش الولاد تخينه كده وتقولي ما قضيتهمش، لان كمان لما بتبقى تخينه ما بتبقاش حلوه كده، لا يمكن القشره تقع مهما تقليها. بص شايفه بصوابعي كده بعملها؟ شايفين؟ بفتحها اهو. عشان كده بقول لكم بحطه في كيس عشان اقدر ايه يعني اتحكم فيه، وما احطش كتير. يعني خلي بالك لما بتحطي كده على كيس البقسماط بتلميه وخلاص وتتحكمي فيه، ما توقعيش ولا بقسماط. شايفه القطعه بقت قد ايه؟ باين مع حضراتكم او شايفين دي؟ بصوا دي شايفينها قد ايه اهي. هوريها لكم تاني. انا ببقى حاطه ورق لورا كمان عشان احافظ عليه. بصوا شايفينها؟ افتكروا بقى شكلها عشان دلوقتي هفردها لكم كده بالشكل ده. مش بدق الفراخ الصراحه، لان الفراخ ما بتستحملش الدق، فبعملها بالشكل ده. يعني الدق ما بتستحملوش الحقيقه، بتتهرى لما تدق. بصوا بعمل بالبقسماط وبفرد، بعمل بالبقسماط وافتحها، فالتتبيله تدخل جواها وكمان تتفرد معايا وتبقى كلها بقسماط. بصي اهو، شايفه بقت قد ايه اللي كانت صغيره؟ بس خلصنا كله. هننضف كده ايدينا في الكيس ونلم الكيس بتاعنا ونرميه. البقسماط ده خلاص ما نقدرش نرجعه، لان احنا ايه اتعاملنا بيه بالفراخ، خلاص ما ينفعش. اهو شايفين الطبق بقى قد ايه؟ حطي بقى وسط ورق، انا طبعا نقلته في علبه، انا ما بحطش في الفوم ده مش بحبه. وخلاص وفرزناه على كده. تطلعي يا اما ترشيه رشه من الزيت وتقليه في القلايه او في الفرن او اقليه في الزيت وهو مجمد. هنا كمان نقعت قمح البليله اللي كان عندي من بالليل للصبح، وهفتح عليه البوتاجاز. انا قلت لكم انا بنقعه بس الصبح هحطه في حله يغلي غلوتين ربع ساعه كده واطفي عليه على طول، وبعدين اروح ارجع اغليه غلوتين. خلاص هنسلق بقى شويه المكرونه اهم. انا بعاير الحاجات برضو اللي بتساعدك على التوفير، ان انت تعايري كل حاجه بتستخدميها. رز مكرونه شعريه، ما تعمليش كده عشوائي لا، عشان مثلا انت عامله الفرد واحد غير فردين غير ثلاثه وهكذا يعني. ده اهو الكشري الاصفر، شايفين شكله حلو ازاي؟ كوبايه من الرز عليها نص كوبايه من العدس الاصفر. واهم حاجه ان انت ما تزوديش الميه، تعملي كانك بتعملي رز. وبالنسبه للعدس هو هيستوى في الميه بتاعه الرز عادي، لان هو يعني طري قوي. شايفين الخضار بقى المشوي شكله حلو ازاي؟ بقت وجبه متكامله، هي وجبه ما فيهاش خضار خالص، احنا اضفنا لها الخضار. فهمتوا قصدي ازاي؟ يعني انا بزوده بطريقه او باخرى، يا اما خضار مشوي يا اما سلطه يا اما شوربه من الخضار وهكذا. يعني مفيش خضار انا بتصرف في خضار. اهم حاجه في الوجبات ان انتوا تحطوا الولاد خضار، مهمه قوي. واجي الكشري اهو بالعدس الاصفر والبانيه او من غير البانيه زي ما انت عايزه. عملت كمان مايكرويف كنت مسخنه فيه بقى، بنحط فيه طبق. غسلت كل اجزاء. بصوا بتحطوا طبق كده فيه ليمونه ونص ولا حاجه، وتشغلوه زي مثلا 3 دقايق وتسيبوه مقفول 3 4 ساعات. البخر بقى هيخليه ينضف اهو. بصوا، وتبتدوا تغسلوه كله من جوه. انا غسلته الصراحه كله من جوه ومن بره، وهنشفه كويس قوي قوي واسيبه مفتوح. يبقى برضو استفدنا بخطوه ان احنا نضفنا حاجه موجوده في المطبخ. برضو الميكرويف لازم يتحافظ عليه، لان هو لو سخنتي حاجه فيها روائح بتبوظه للاسف.
ادي المكرونه اهو، شوحت البصله ونزلت عليها الطماطم اللي احنا مسبكينها، وده طبق شوربه عدس بالشعريه جميل جدا زياده يعني للي حابب، والمخلل والليمون اللي احنا عاملينه في البيت عندنا والخيار، والبانيه شايفين شكله المقلي في القلايه الهوائيه، رشه زيت بس بيتقلى ويبقى جميل وزي الفل وبيبقى طري، لان احنا متبلينه صح. اشوفكم في فيديو جديد على خير، ما تنسوش اللايك. سلام.